مفيش بقى احلى من شوية المحشي اللي نازلين سخنين دول، ما شاء الله اللهم بارك يعني. مفيش احلى من المحشي اللي يدفي في الشتاء بجد. يعني النهاردة الدنيا بتشتي من حوالي الساعة 7:30 كده او 8 الصبح. قلت خلاص ما بديهاش، لازم ايه، نعمل شوية محشي سخنين كده زي ما انتوا شايفين، شوية مشكلين بقى كده، وعملت كمان كوسة وفلفل. بجد كان اللهم بارك جمال جدا جدا، وشوية بقى لسان العصفور الجمال دول يدفونا بقى في الشتاء كده. بصوا يعني من احلى الفيديوهات اللي انا بحب بجد ان انا اصورها معاكم، وببقى مستمتعة جدا وانا إيه بصورها وانا باكلها يعني. زي ما انتوا عارفين بقى المحشي وحلاوته في الشتاء. نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ مع بعض كده يا حبايبي. بصوا خطوات سهلة وبسيطة جدا جدا، يعني كمان للمبتدئين يتفرجوا على الفيديو ده بجد. يعني مش هقول لكم ان هو فيه تفاصيل صعبة او اي حاجة، لا، فيديو بسيط جدا جدا وسهل، مفيش احسن من كده. واحلى اكلة بقى ممكن تعمليها اليومين دول، تدفيكي كده في الشتاء. زي ما انتوا عارفين طبعا طريقة تقوير الكرنب، زي ما انتوا شايفين طبعا دي الطريقة اللي انا ما بغيرهاش خالص. في ناس بتشيل ورقة ورقة، لا انا بشيل الراس من فوق كده، وببدأ ان انا اسلكها من بعضها كده بالسكينة، وخلاص على كده بتشيل الراس بتاعتها، وكده الكرنباية تمام معاكي. تمام. كنت جايبة كمان كوسة، بسم الله ما شاء الله، الكوسة اليومين دول جميلة جدا جدا بجد، من احلى الخضار اللي بيبقى موجود في الشتاء. الخضار بتاع الشتاء جميل جدا جدا. في الوقت ده بقى كنت انا مشغله النار كده على حله الميه. بصوا بقى، كرنبايه كبيره كرنبايه صغيره، لازم بطلع الحله الالومنيا الكبيره اللي انتوا شايفينها دي. بس الميه بتغلي بقالها شويه، فبتعمل زي بخار كده على الجوانب بتاعتها. بنحط الكرنبايه بالشكل ده، وتبدا تتسلق من تحت يعني دقيقه بالظبط، وتقومي قلبها على طول. بس الكرنبايه بتاعت النهارده كانت خفيفه، ما خدتش وقت معايا في السليق. وكمان مش هقول لكم ان هي عملت حله كبيره، لا ما عملتش كتير، بس ما شاء الله الحمد لله يعني. كانوا شويه محشي يستاهلوا بقكم. زي ما انتوا شايفين كده بنبدا نشيل ورقه ورقه بالشكل ده. اللي وصل بقى هنا معايا الفيديو حط لايك كتير لام ملك، وكمان كومنت حلو اللي انا بستناه منكم بجد، بيعجبني جدا جدا. وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك من كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. بسلق كده الكرنب في الأول، وبعدين على ما بعمل شوية بقى حاجات جنبيه بكون مشغلة النار على التسبيكة بتاعتي. الحلة بتاعتي فيها شوية زيت حلوين كده، وكمان بنزل بقى يعني حوالي 4 بصلات، ضرباهم في الكبة بالشكل ده يتشوحوا بس معايا كده، ما البصل بتاعي ما بياخدش لون. اللي متابعني وعارف طريقة الطبخ يعني وكده معايا، انا ما بحمرش بصل خالص لاي خلطة او اي حاجة، علشان تبقى كويسة كده على المعدة، ما تتعبش معدتك او وانت بتاكلي منها. حطيت شوية بابريكا وسبتها بقى تستوي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. اتسبكت معايا، كنت بقى نضفت الخضرة وغسلتها، وكمان كنت قطعت الكرنب بتاعي، وكمان قورت الكوسة في كذا حاجة يعني عملتها جنب الصلصة وهي النار شغالة عليها بالشكل ده. نزلت بالخضرة بتاعتي كده، وهبدأ ان انا اضيف التوابل بتاعتي. بصي بقى، يعني كل التوابل اللي عندك حطيها ما عدا البهارات، تمام؟ يعني ال7 بهارات بلاش تحطيها للمحشي. حطيت ملح، هحط كمون، حطيت فلفل اسمر، كمان بابريكا وشطة وكزبرة ناشفة. هي دي التوابل يا حبايبي بتاعت المحشي. ما تحاوليش تزودي حاجة زيادة عن كده علشان طعمه هيروح منك في حتة تانية خالص. يبقى ملح، فلفل اسمر، كمون، شطة، كزبرة ناشفة، بابريكا. هي دي التوابل اللي ممكن تحطيها على المحشي بالشكل ده. ودي الخلطة بتاعتنا خلاص جاهزة كده وزي الفل. نجيب بقى الرز بتاعنا بالشكل ده، غسلينه كويس ومصفيينه من المية، وفي طبق بقى كبير كده علشان تعرفي تقلبي الخلطة بتاعتك، وتبدأي انك تضيفي بقى الصلصة بتاعتك وكل حاجة كده على الرز. بجد يعني اكتر حاجة بحبها لما بكون عاملة الخلطة الصلصة وكده على قد الرز اللي انا عاملاه، تمام؟ علشان ما اشيلش منها وبقى وتبقى كمية البصل كده صغيرة فيه والكلام ده، لا. فبحب بصراحة ان الصلصة تكون على قد شوية الرز اللي انا عملته. تمام. زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك، خلطة جميلة جدا جدا.
يلا بقى قومي في السقعة كده اعملي شوية المحشي دول. خدنا بقى الخلطة بتاعتنا والحلل بتاعتنا ولمينا كل حاجة وقعدنا على الأرض بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين التقوير بتاع الكوسة والحتت الكوسة اللي طلعت مني هحطها في قعر الحلة. بقالي فترة بصراحة مش بحطها، بس حبيت كده احطها المرة دي في قعر الحلة. بجد بيبقى طعمها جميل جدا جدا. يا سلام بقى ايه لو واخدة لون بقى منك من تحت كده شوية، بجد طعمها بيبقى زي السكر. بدأت احشي الكوسة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. لازم يكون يعني قد علة الصباع كده ناقص منها، علشان لما تستوي الرز بيزيد. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وكمان الفلفل بدأت ان انا احشيه كده. فطبعا معايا الحلة اللي كان فيها التسبيكة بالشكل ده، طبعا اساسي بنجيبها نلف فيها المحشي. خلصت الكوسة كده والفلفل والعروق دي اللي في قلب الحلة ديت بتاعت الخضرة اللي انا عملتها، بقدونس وشبت وكزبرة، خضرة مشكلة تمام. فبحطها كده في قعر الحلة. وطبعا لما بيجي المحشي يستوي بجد بتبقى جميلة جدا جدا، وما بتبقاش مخلية المحشي واخد لون قوي من تحت تمام. زي ما انتم شايفين كده بدأت الف المحشي بالشكل ده وخلصت طبعا. زي ما انتوا شايفين حلة الكوسة وكمان الكرنب بتاعي انا ما كنتش شاطرة فيه النهاردة خالص. لقيت الكرنباية فاضية. ومش عايزة اقول لكم بقى اسعاره اليومين دول في السقعة يعني متمسكين بسعره جامد. غالي اليومين دول، بس بجد جميل جدا جدا. يعني كل حاجة تهون قدام المحشي. زي ما انتوا شايفين كده الشوربة بتاعتي كانت خلصت. بدأت بقى ان انا اسقي المحشي بتاعي بالشكل ده. طبعا بتخلي الصابع اللي فوق يكون نصه كده مش متغطي بالشوربة تمام. تكون الشوربة واصلة لنص الصابع بس الاخير. زي ما انتوا شايفين كده دي الحتت بقى العروق اللي بتبقى فاضلة والورق الخفيف اللي بيبقى فاضل معايا. بحب بجد ان انا اقطعه كده حتت صغيرة واحطه على وش الحل. جميل بنحب ناكله جدا جدا يعني. اللي معوداني على كده بجد بتحب الحتت الصغيرة دي. زي ما انتوا شايفين كده حطيت للمحشي العقد بتاعه وسيبته بقى يستوي. ولما غلي معايا هديت النار عليه. ونيجي بقى اللحظة الجميلة، لحظة نزول المحشي. زي ما انتوا شايفين كده بجد جميل جميل جميل. مش عايزه اقول لكم على الدفى بقى وعلى الريحه والطعامه اللي في شويه المحشي دول. الكرنبايه بتاعتي ما كانش فيها ورق كتير ابيض، بس بجد كفايه طعمها ما شاء الله. كان طعمهم زي السكر. وكمان عملت شوربه لسان عصفور. زي ما انتم شايفين كده المحشي بتاعنا الصابع جميل. مش مليان رز. مش كبير لا. تحاولي تفردي الرز كده فيه هيطلع معاكي احلى محشي اللهم بارك. كمان الكوسه بتاعتنا تجنن بالهنا والشفا على قلب اللي ياكل. يلا بسرعه بقى قوموا اعملوا كده شويه محشي في البرد ده علشان